شايف الموسم اللي حصل فيه كده؟ اعطيه بدري، اضرب يا بدري. ويعني الحمد لله الاهلي كده مش هيصر على الهبوط. يعني الاهلي في المنطقه الدافئه، يعني يكسب ماتش، يتعادل ماتش، يخسر ماتش، يعني هو هيفضل في الجزء. النهارده فضيحه كبيره جدا، والله عليكم عيب يا شباب، والله عيب هذا الكلام. هو نفس الموسم اللي حصل فيه كده. بيقولوا النادي الاهلي في المنطقه الدافئه في المركز السادس، وكنا ناقصنا ماتشات كتيره. فين الناس دي دلوقتي؟ فين يا ابراهيم الناس دي؟ وبننافس على الهبوط والحاجات دي كلها. فين الناس دي اللي بتتكلم؟ انا عايزهم بقى ايه؟ بس لو بصيت للموسم ده من بعيد شويه كده هتلاقي ان في شبه كبير جدا بينه وبين الموسم اللي احنا عايشينه دلوقتي. نفس اللخبطه، نفس الشكوك، ونفس الاحساس ان الفريق ده ممكن يضيع. لكن لو قربت اكتر بقى وبصيت في التفاصيل هتكتشف ان في حاجه مهمه جدا كانت موجوده في 2018 ومش موجوده السنه دي. فتعالوا نرجع مع بعض شويه بالزمن لموسم 2018 2019 ونشوف بقى ازاي الاهلي قدر يقلب موسم كان ممكن يضيع، موسم كان حجر الاساس لكل اللي بيحصل دلوقتي ده. الموسم بدا بطريقه ما كانتش مطمئنه خالص. اول ماتش في الدوري كان قدام الاسماعيلي، المفروض ان بدايه الموسم بالنسبه للاهلي فريق جديد، موسم جديد، وكل حاجه تمشي بشكل طبيعي. الاهلي بدا الماتش بشكل عادي، استحواذ، تحضير بطيء، ومحاولات توصل للجول، لكن من غير خطوره حقيقيه كده. الفريق كان واضح عليه انه لسه بيدور على ايقاعه. وفي لحظه كده الاسماعيلي خطف الماتش، هجمه ضرب الدفاع الاهلي 1-0 للاسماعيلي. الجمهور اتوتر اكيد، مش عشان الجون بس، لكن عشان الاحساس اللي بدا يظهر ان الفريق تقيل شويه، بيلعب من غير سرعه ومن غير الفعاليه اللي الناس متعوده عليها. بس الاهلي رجع في النتيجه بعد كده وتعادل، لكن حتى التعادل نفسه ما كانش مطمئن خالص. الماتش خلص 1-1، لكن الشعور العام كان ان الفريق لسه بعيد عن شكله الحقيقي. الماتش اللي بعده كان قدام المصري، ماتش صعب بطبيعته، وفريق بيعرف يلعب كويس جدا قدام الاهلي. الفريق كسب 2-0، لكن الاداء برضه ما كانش مقنع قوي. وبعدها على طول كان ماتش الاهلي ضد وادي دجله، الاداء اتحسن شويه، لكن الفريق لسه برضه فيه نفس المشكله. ماتش كويس وبعده ماتش عادي، وبعده ماتش الفريق فيها بيلعب كويس الشوط الثاني بس. وقتها الاهلي كان بيكسب ويتعادل، لكن الشخصيه لسه مش موجوده. الجمهور بقى كان مستني يشوف فريق مسيطر، فريق واضح، لكن اللي كانوا شايفينه كان فريق بيحاول يدور على نفسه بس. لحد ما وصلنا لماتش غريب جدا قدام الاتحاد السكندري، ماتش مليان اجوان، احداث كتير، وتقلبات كتير جدا في النتيجه. الاهلي خسر 4-3، ماتش مستفز للجمهور، واول سقطه كمان لكارتيرون مع الاهلي، وبان ان هو خايف من انه يجرب، لان اللعيبه اصلا كانت مجهده زي احمد فتحي اللي لسه راجع من كاس العالم، ولخبطه مواعيد الماتشات اللي في الدوري ودوري الابطال. يعني كل حاجه كانت بتاكد ان الفريق ده لسه مش مستقر، بيدخل فيه جوان بسهوله، يضيع فرص كتير. بس اللي كان مخلي شويه من الجماهير عندهم امل انهم شايفين لعيبه عندها روح وبتلعب فعلا عشان النادي. الاهلي كان ماشي في الدوري بس من غير ملامح واضحه، يعني الاهلي 11 نقطه والزمالك 17، بس لسه الاهلي عنده ماتشين مؤجلين، والاغرب ان كل اللي حصل ده كان لسه مجرد بدايه القصه. بعد شهور من موسم متقلب الاهلي لقى نفسه فجاه قدام اكبر فرصه في الموسم كله، نهائي افريقيا. المواجهه كانت قدام فريق مش غريب عن الاهلي، فريق المواجهات معاه دايما بتبقى صعبه جدا، هو الترجي التونسي. لو بصيت على المشهد وقتها هتلاقي ان النهائي ده كان فيه كل حاجه تخليه واحد من اكبر نهائيات افريقيا في السنين الاخيره. ناديين كبار، جماهير مرعبه، وتاريخ طويل من المواجهات، لكن لو رجعنا ورا شويه هتلاقي ان الطريق للنهائي نفسه كان مليان لحظات صعبه. الاهلي وصل للنهائي بعد ما عدى ماتش صعب جدا قدام وفاق سطيف. ماتش الذهاب في القاهره خلص بفوز مهم، لكن في الجزائر الامور كانت معقده شويه، ضغط جماهيري، ملعب صعب، واداء مش مريح. وبرغم كل ده الاهلي عدى. ومن اللحظه دي تقريبا فكره واحده بدات تكبر في دماغ جماهير الاهلي، وهي النجمه التاسعه. الحلم اللي بقاله سنين بيتكرر كل موسم، وكل مره يقرب شويه وبعدين يبعد تاني. من بعد اخر لقب افريقي الاهلي كان كل شويه يوصل لبعيد، مره نهائي ومره سيمي فاينل، لكن دايما في حاجه بتقف في الطريق في اخر لحظه. عشان كده لما الاهلي وصل لنهائي 2018 الجماهير بدات تحلم بجد، مش بس عشان ده الاهلي، لكن كمان لان طريق البطوله دي كان شكله بيقول انها بتاعت الاهلي. ماتش الذهاب في مصر بقى ومعاها فرصه ان الفريق يحسم جزء كبير جدا من القصه بدري، لكن في نفس الوقت كان في احساس تاني موجود وسط كل الحماس ده كده، احساس بالخوف، لان اللي كان بيتابع موسم الاهلي كويس كان شايف ان الفريق لسه مش مستقر. يعني باختصار الاهلي كان عنده الخبره وعنده الشخصيه وعنده التاريخ اللي يخليه مرشح الاقرب، لكن في نفس الوقت كان في سؤال صغير كده بيظهر وسط الكلام ده: هل الفريق ده فعلا جاهز يكسب افريقيا، ولا النجمه التاسعه لسه هتتقل على الاهلي كمان؟ بعد الكلام بقى ده كله والتوقعات، القصه بدات فعلا في ماتش الذهاب. الماتش الاول اتلعب في برج العرب، الاستاد كان مليان بقى، ضغط جماهيري كبير، وماتش مهم جدا قبل السفر لتونس. الماتش بدا هادي شويه، الفريقين داخلين بتحفظ واضح، كل فريق عارف قيمه اللي قدامه كويس جدا. الاهلي طبعا في الماتش ده عنده مثل الارض وجمهور، والترجي فريق ليه تقله في افريقيا. اول نص ساعه تقريبا كان ماتش تكتيكي اكتر منه هجومي، محاولات جس نبض، وكل فريق بيحاول يغلط التاني قبل ما يفتح اللعب، لحد ما جت اللحظه اللي فكت الماتش. في الدقيقه 30 تقريبا وليد ازارو دخل منطقه الجزاء ولبس بن شريفيه ضربه جزاء بصياعه، والكره راحت لوليد سليمان اللي لولا الاهلي اصلا كان ممكن ما يوصلش للنهائي. الاهلي يجيبها 1-0، الجمهور اخيرا اتنفس
شويه والماتش بدا يتفتح. الترجي بعدها بدا يطلع شويه لقدام، لكن الاهلي كان مركز كويس جدا، ومع ضغط بسيط كده في نص الملعب الكره توصل لعمرو السوليه، الكره خدمته ويحطها 2-0 للاهلي. لكن نهائيات افريقيا نادرا ما بتمشي بالصوره دي. بعد الجون بدقايق حصلت لحظه غريبه جدا، كره جوه ال 18 ومحمد الشناوي عمل ضربه جزاء ملهاش اي لازمه، ويوسف بلايلي يحطها وتبقى 2-1. جون مهم جدا للترجي عشان جون بره الارض طبعا في النهائي. فجاه الماتش رجع يتخنق تاني، الاهلي بدا يحاول يضغط تاني ويجيب جون يوسع الفارق لحد ما وصلنا للدقيقه 75. مخرج زملكاوي فحب انه ينشر اللقطه يعني كنوع من ان الاهلي يتضرر. لا خالص خالص، احنا الحمد لله يعني كلنا كمخرجين مباريات محايدين جدا في شغلنا بغض النظر بقى انت تتفق انها ضربه جزاء او لا، بس لو تتكلم عن وقف انظار الماتشين فانا من وجهه نظري سواء كان قطع التيشيرت ولا قلع الشورت كده كانت هتتحسب ضربه جزاء لان الحكم شايف كده. لكن الحركه دي بعد كده تتحول لنقطه سوداء في تاريخ انظاره مع الاهلي. بس المهم يعني في اللحظه دي وليد سليمان حط ضربه الجزاء الثانيه و3-1 الاهلي، والماتش خلاص خلص على النتيجه دي. الجماهير بدات تحلم، الاهلي كسب فرق جونين قبل السفر لتونس، ولاول مره من سنين احساس النجمه التاسعه بدا يبقى قريب. الناس بدات تحس ان الخطوه الاصعب خلصت. 3-1 في نهائي افريقيا نتيجه كبيره، لكن في نفس الوقت كان في تفصيله صغيره ملقاها. جون الترجي اللي دخل ده كان عامل زي اللقمه اللي واقفه في الزور بسبب انه اكيد بره الارض، وده معناه ان الرحله لتونس مش هتبقى سهله زي ما النتيجه باينه. لكن برضه هترجع تفكر فيها هتلاقي ان الاهلي قرب من حلم بقاله سنين، لان من اخر مره الاهلي رفع فيها التامنه والكلام عن النجمه التاسعه ما بيخلصش. الجماهير بدات تحسبها ببساطه الاهلي محتاج يتعادل او حتى يخسر بفرق جون وساعتها الكاس هيرجع القاهره. لكن اللي كان متابع موسم الاهلي كويس برضه كان حاسس ان القصه مش بالبساطه دي. نيجي بقى الماتش العوده، ماتش رادس اللي كتير من جماهير الاهلي لسه فاكرينها لحد النهارده. لو بصيت لها هتلاقي ان المفروض ان الاهلي داخل الماتش مرتاح نسبيا، كسبان 3-1 في الذهاب يعني عنده افضليه واضحه. لكن اول ما الماتش بدا كان واضح ان الصوره مختلفه تماما. على عكس المطلوب لعيبه الاهلي نازله مهزوزه، تحفظ زياده عن اللزوم وخوف واضح في اللعب، وده خلى الترجي يركب الماتش بدري جدا. هجمات ورا هجمات، ضغط مستمر، والاهلي تقريبا مش عارف يطلع بالكوره، لدرجه ان كل الناس تقريبا كانت توقعت ان البطوله دي خلاص هتهرب من الاهلي. ولولا الستر كان ممكن الترجي يقلب النتيجه في اول 5 دقايق اصلا. الشوط الاول كمل بنفس الشكل تقريبا، لعيبه الاهلي مش شايفه قدامها، والوحيد اللي كان بيحاول يهدي الريتم شويه كان محمد الشناوي. لكن الحقيقه مع الاسف كانت واضحه، الجون كان مساله وقت. وفعلا قبل نهايه الشوط الاول بدقيقه تقريبا الكره اتلعبت جوه منطقه الجزاء وبوجيري حطها من نص المدافعين. 1-0 الترجي، وفجاه الماتش كله اتقلب. دلوقتي الترجي محتاج جون واحد بس عشان يقلب النهائي كله. الاهلي نزل الشوط الثاني لكن بنفس الحاله للاسف، تحفظ، خوف، وتراجع واضح. في المقابل بقى خلاص الترجي كان حاسس ان الماتش ده بقى بايده، ضغط مستمر و10 دقايق بس من الشوط الثاني كانوا كفايه. في ظل غياب التمركز الدفاعي خصوصا من سعد سمير، وصلت الكره لسعد بقير اللي حطها براسه 2-0 للترجي. وفي اللحظه دي الحاله النفسيه عند الاهلي اتدمرت. الترجي ركب خلاص والاهلي بقى تايه في الملعب، الاداء بقى عقيم، محاولات فرديه وغياب لاي شكل جماعي. حتى تغييرات المدرب طلع عمرو السوليه اللي هو اصلا المفروض ما يلعبش من الاول عشان مصاب، ونزل حمودي وفضى نص الملعب خالص، وبدا مروان محسن عشان يلعب بالكرات الطويله. لكن اللعيبه اصلا تقريبا ما رفعتش كره من على الارض، وانا عارفين كويس قوي مروان محسن الكره تحت رجله بتبقى عامله ازاي. يعني تغييرات باتريس كارتيرون ما كانتش مفيده خالص، بالعكس في لحظات اصلا كانت بتخلي الاحساس ان الوضع بيسوء اكتر. وانيس البدري بقى اعطيه بدري اضرب يا بدري. الماتش خلص والترجي كسب النهائي، ويمكن دي كانت واحده من أسوأ المرات اللي جمهور الاهلي يشوف فيها الفريق في نهائي افريقيا. لكن برضه لو هنبقى منصفين شويه يعني لازم نقول ان الترجي لعب واحد من افضل الماتشات في تاريخه. الفريق كان مركز وعارف هو عايز كويس جدا. في ناس كتير وقتها اتكلمت عن التحكيم، لكن لو بصيت للماتش بعين محايده شويه بعيد عن انتماء الاهلي او الترجي هتلاقي ان الحكم ادار الماتش بشكل مقبول الصراحه. يمكن اكيد برضه كان في قرارات جدليه، لكن بشكل عام قدر يسيطر على الماتش ويطلعه باقل الخسائر. في الاخر خوف باتريس كارتيرون وتحفظه الزائد كان ليه دور كبير جدا في اللي حصل ده. لكن كل دي في النهايه حاجات بنقولها مالهاش اي لازمه، لان الحقيقه كانت الاهلي خسر النهائي وضاعت فرصه النجمه التاسعه مره تانية. بعد خساره النهائي 2018 ما كانش في وقت للحزن اصلا، الاهلي رجع القاهره بسرعه لان الفريق كان عنده ماتش في البطوله العربيه قدام الوصل الاماراتي. في البطوله العربيه الاجواء كانت غريبه، فريق لسه خسران نهائي افريقيا ولاعيبه واضح ان النهائي لسه مأثر عليهم. لو هتتكلم عن الماتش نفسه بقى فالماتش كان مثير جدا بالذات في اخر 20 دقيقه، واللعب كان مفتوح الصراحه وفي متعه شويه كده. لكن في الاخر الماتش خلص 2-2، نتيجه مش مرضيه طبعا لكن ممكن نفهمها شويه بعد صدمه النهائي. المشكله ان القصه ما خلصتش هنا بقى، ماتش العوده اتلعب في الامارات والاهلي كان محتاج يفوز عشان يعدي. الماتش خلص 1-1 والاهلي خرج من البطوله العربيه برضه. يمكن البطوله نفسها مش الاهم، وكتير من الناس بتعتبرها بطوله وديه اكتر منها رسميه، لكن وقتها الموضوع ما كانش مجرد بطوله، الجماهير كانت حاسه ان كل حاجه بتضيع. لو رجعنا بقى للدوري تاني هنلاقي ان الزمالك كان بدا يوسع الفارق، والاهلي شكله ضايع وعنده 6 مؤجلات، خسر نهائي افريقيا وخرج من البطوله العربيه والفريق مش باين له ملامح خالص. في اللحظه دي الصبر بدا يخلص، والاداره فهمت ان لازم يحصل تغيير يعدل
تحدي الوضع، فالقرار جه سريع جدا، اقاله المدرب باتريس كارتيرون، المدرب اللي جاب توقعات كبيره خرج بعد شهور قليله بس من بدايه الموسم. وقتها محمد يوسف تعين كمدرب مؤقت للفريق. اول اختبار ليه كان ماتش صعب قدام المقاولين والجمهور كان مستني الوضع يتحسن، لكن الصدمه كانت اكبر، الاهلي خسر الماتش 1-0. ودي ما كانتش بس مجرد خساره، دي لاول مره نشوف في حياتنا الاهلي يبقى في المركز الاخير في الدوري. لا مفيش، الموجودين اهم. زعلان على الاهلي يا كابتن طاهر؟ نعم زعلان على الاهلي؟ انا حزين. ده باين قوي يا سيف، باين قوي من كلام الكابتن طاهر. اول مره اشوف كابتن طاهر كده. لا حزين باين عليه. كنت انت لسه عند كلمتك. طبعا الزمالك بطل الدوري موسم 2018. طب ولو الاهلي خد الدوري 2019 ما خلاص يبقى انا ما اعرفش في الكوره. مارتن لاسارتي اسم مش مألوف خالص بالنسبه لجماهير الاهلي، تقريبا ما حدش كان يعرف عنه حاجه، مدرب جاي من ناسيونال في اوروجواي واكبر نادي دربه في اوروبا كان ريال سوسيداد. بس الحقيقه ان كل ده ما كانش فارق قوي مع الجمهور، اللي كان فارق فعلا ان الاهلي يجيب مدرب منظومه، مدرب عارف هو عايز ايه وعارف يشتغل ويخطط ازاي، مش مدرب بقى لسه يجي يتاقلم مع الوضع ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. وفي نفس الوقت الاداره حاولت تساعده من البدايه، فبدات تتحرك في سوق الانتقالات. اول اسم كان رمضان صبحي اللي رجع الاهلي على سبيل الاعاره بعد رحله احتراف فاشله مع ستوك سيتي وهدرسفيلد. رجوع رمضان كان دفع معنويه كبيره للجماهير، وبعده على طول صفقه تقيله جدا، حسين الشحات من العين. الصفقه كانت وقتها اغلى صفقه في تاريخ الدوري المصري، وكان في صفقات تانية وقتها ما كانتش مهمه قوي زي التعاقد مع ياسر ابراهيم من سموحه وحمدي فتحي اللي كان مطلب وقتها عشان الاهلي ما كانش عنده لاعب 6 خالص. يعني صفقتين شكلهم عادي وقتها، لكن بعد كده هتبقى جزء مهم جدا جدا في الفريق. المهم نيجي بقى عند اول اختبار حقيقي لاسارتي، هيكون ماتش كبير ضد بيراميدز. بس استنى ثانيه كده، هو ايه نادي بيراميدز ده اصلا؟ اكيد مش هستفيد يعني، بس اختصارا عشان نوصل للمنطقه اللي احنا عايزينها، النادي ده كان لسه متاسس السنه بعد ما تركي الشيخ اشترى نادي اسمه الاسيوطي وحول اسمه البيراميدز، ومن اول موسم النادي اكتسح سوق الانتقالات في مصر، جاب اسماء تقيله جدا وقتها زي احمد الشناوي، علي جبر، عمر جابر، وكينو اللي فضح مستوى الدفاع في مصر كان شكله عامل ازاي. لكن بقى الصفقه اللي عملت اكبر جدل وقتها كانت صفقه عبد الله السعيد. تعال اخدك رحله سريعه قوي في الصفقه دي. بص، عبد الله السعيد والاهلي كانوا لسه ما اتفقوش على تفاصيل التجديد والكلام ده كله. الامير مرتضى قعد مع عبد الله والدولار 40 مليون، ومرتضى منصور بقى قال صفقه القرن والكلام ده كله. حلو لحد هنا. الاهلي طبعا اول ما عرف ما سكتش، رجعوا تاني اتكلموا مع عبد الله، وفعلا تركي آل الشيخ كان لسه رئيس الشرفي للاهلي فدفع هو ال 40 مليون. اول ما عبد الله السعيد جدد، الاهلي كان كل همه ان الزمالك ما يخطفش لاعب منه، وفعلا عبد الله السعيد اتحط في الماركت عشان يتجمد وما يروحش الزمالك. وبعدها عبد الله السعيد اتعار فعلا لنادي كونيون بالاسبورا الفنلندي، وراح بعدها الاتحاد جده بشكل نهائي. والاهلي كان حاطط بند في العقد ان عبد الله ما ينفعش يلعب لاي نادي في مصر الا بشرط جزائي 2 مليون دولار. لما بيراميدز بقى دخل في الصوره، اشترى عبد الله السعيد بقصه غريبه، انه بقى عبد الله السعيد فسخ العقد مع اهلي جده بالتراضي عشان طبعا بيراميدز ما يدفعش ال 2 مليون دولار، وعبد الله السعيد يجي ويتسجل في نفس اليوم. والقصه مشهوره بقى حكايه تسجيل العقد يوم الجمعه والاتحاد المصري مقفول وكابتن مجدي بقى والكلام ده كله. بس خلينا ما ندخلش قوي في التفاصيل دي. المهم الماتش بدا ووليد ازارو جاب جول للاهلي بدري، والجماهير اخيرا بدات تحس كده ان البدايه ممكن تكون كويسه. لكن بعدها بيراميدز قلب الماتش، جون اول وبعدين الجون الثاني. المشكله بقى ان اللي سجل الجون الثاني كان عبد الله السعيد، لا وكمان احتفل. ومن اللحظه دي تحديدا بدات الكراهيه الحقيقيه بين عبد الله السعيد وجماهير الاهلي. الماتش خلص والاهلي خسر، وفجاه السؤال رجع يتقال تاني بين الجماهير، هو لاسارتي ده مدرب بجد ولا مجرد تجربه جديده زي اللي قبله؟ بس الحقيقه ان الحكم كان بدري جدا، المدرب لسه واصل ولسه بيحاول يفهم الفريق ويفهم المنظومه اللي بيدير بيها النادي. ومع الوقت بدات حاجات صغيره كده تتغير، مش تغيرات ضخمه لكن تغيرات واضحه. يمكن تكتيكه مش ممتع للعين ده لو عنده اصلا، ومش المدرب اللي هيقدم كره استعراضيه، لكن الاهلي في اللحظه دي ما كانش محتاج كده. الاهلي كان محتاج مدرب يعرف ياخد ال3 بونت وخلاص. وكان طبعا في ركائز تقدر تعتمد عليهم كل ماتش زي علي معلول وحسين الشحات ورمضان صبحي وعمرو السوليه، اسماء بدات كده تشيل الفريق وتدي شكل ثابت للتشكيل. لكن في الناحيه الثانيه المنافس الرئيسي كان الزمالك، والحقيقه ان الزمالك كان مستقر اكتر. يعني مدرب واحد من بدايه الموسم هو كريستيان جروس، وده شيء نادر جدا اصلا في الزمالك. وفي انتقالات الشتاء النادي اصلا ما كانش محتاج تغييرات كتير، فاكتفى بصفقتين خالد بوطيب ورجعوا زيزو من الاحتراف. اللي حصل بعدها بدا يغير الاحساس شويه. الاهلي لعب 3 ماتشات وكسبهم كلهم، انتصارات مش بالضروره عظيمه خالص لكنها كانت كفايه انها تعيد الثقه للفريق. وفي نفس الوقت الزمالك لعب 3 ماتشات هو كمان، كسب 2 لكن اتعادل في ماتش مجنون قدام بيراميدز بنتيجه 3-3. ومن اللحظه دي بدا الامل يرجع لجماهير الاهلي، احساس ان الموسم يمكن لسه ما خلص لانهم اخيرا حسوا ان الفريق بيلعب بروح. نخش بقى على اهم شهر في الموسم، هنلاقي ان ده تقريبا كان الشهر اللي غير شكل الموسم كله للاهلي. بعد شهور من اللخبطه فجاه الفريق بقى شكله مختلف، الثقه رجعت، اللعيبه بقت داخله كل ماتش وهي عارفه انها هتكسب، والنتائج بدات تتكلم. اخيرا الاهلي دخل الشهر ده وخرج منه بستريك فوز 6 ماتشات ورا بعض في الدوري. اول ضحيه كانت انبي، ماتش صعب لكن الاهلي فاز 2-1 بجونين من ايمن اشرف وجونيور اجاييه. حرس الحدود كان ماتش صعب جدا لحد ما حمدي فتحي طلع بدماغه وجاب الجون، جون واحد و3 نقط مهمين. الانتاج الحربي ماتش تاني معقد لكن الاهلي خطفه في الاخر بجون من عمرو السوليه. وبعدها جه ماتش الداخليه الاهلي كسب 3-1. لكن يمكن اكتر ماتش عكس الحاله الجديده للفريق كان قدام الجونه. الاهلي اتاخر لكن رجع في الماتش، وكان بطل الليله هو ناصر ماهر. هنا مروان محسن، مروان يستنى المسانده، جول جول.
ماتش اتقلب وانتهى 2-1. الموضوع ما كانش مجرد مكسب، الموضوع ان الاهلي بقى بيعرف يرجع. وفي الناحيه الثانيه المنافس الرئيسي الزمالك كان لسه متصدر، لكن الشهر ده كان اقل شويه بالنسبه لهم. الزمالك لعب 3 ماتشات، كسب 2 وتعادل ماتش. لو بصيت لها يعني تقريبا هيبقى نفس السيناريو بتاع الشهر اللي قبله، يعني الفارق بدا يقل. لكن في وسط كل الحوارات دي كان لازم اتحاد الكوره يحط التاتش بتاعه. الازمه ساعتها اللي اتعرفت بازمه تبديل الماتشات. بيراميدز كان المفروض يقابل الاهلي في الدوري، لكن اتحاد الكوره قرر فجاه يبدل الماتش ويبقى ماتش في الكاس. القرار ده ولع الدنيا. مجلس اداره الاهلي طلع ببيان يوم 9 فبراير. الاهلي اعلن بوضوح مش هيلعب اي ماتش في الكاس قبل ما تتلعب كل ماتشات الدوري المؤجله. الموضوع اتحول لصدام علني مع اتحاد الكوره برئاسه هاني ابو ريده والحاج عامر حسين. لكن في وسط كل ده الاهلي كان بيرد بالكوره، وكعادته في مجموعات افريقيا بيتصدر مجموعته بالعافيه ب10 نقط ضد سيمبا وشبيبه الثوره وفيتا كلوب. وخلاص بقى صفقات يناير بدات تظهر، يعني ياسين شحات بدا ينسجم مع الفريق، حمدي فتحي بقى لاعب حاسم وانقذ الفريق في اكتر من ماتش، وحتى جيرالدو انسجم بسرعه، وحرفيا بسرعه بجد، ومش بيعمل حاجه غير انه بيجري. اما المدرب لاسارتي بقى فالوضع اختلف تماما. بعد الشك بدا النقد يقل اكتر. يمكن كره الاهلي برضو لسه مش اجمل كوره، لكن كانت كوره بتكسب. ومع نهايه شهر فبراير الصوره بقت واضحه. الاهلي وصل ل 48 نقطه في المركز الثاني، والزمالك كان عنده 52 نقطه. بس برضو ما ننساش ان حتى لما الاهلي كان في المركز الاخير جمهور الاهلي كان واثق، خصوصا لما الناس بدات بقى تقول انه في المناطق الدافئه والكلام ده. الدوري ده كان بالنسبه له حياه او موت. المناسبه دي ويعني الحمد لله الاهلي كده مش هيصارع على الهبوط. يعني الاهلي في المنطقه الدافئه، المنطقه الدافئه يعني يكسب ماتش، يتعادل ماتش، يخسر ماتش، يعني هو هيفضل في الجزئيه. بعد شهر فبراير المجنون المعادله في الدوري المصري بقت واضحه. الاهلي رجع للمنافسه، والزمالك بدا يحس ان الصداره بقت مهدده لاول مره من بدايه الموسم. وشهر مارس كان الشهر اللي المنافسه فيه بقت بين الاهلي والزمالك صرف. قبل القمه الاهلي كان عارف ان مفيش رفاهيه خساره نقط، كل ماتش بقى لازم يكسب. واول رساله قويه جت قدام بتروجيت، ماتش خلص 4-0. الفوز ده كان رساله واضحه، الاهلي مش بس بيكسب، الاهلي بيمتع. لكن في نفس الوقت المعركه الحقيقيه كانت في افريقيا. الاهلي والدراما الافريقيه كالعاده الامور ما كانتش سهله. الاهلي سافر الكونغو ولعب فيتا كلوب. الماتش خلص بخساره 1-0، نتيجه عادت الحسابات جدا وخلت التاهل يبقى في خطر. لكن الاهلي رجع القاهره وما فيش قدامه غير حل واحد، الفوز ضد شبيبه الثوره. ماتش فيه ضغط اعصاب، لكن في الاخر الاهلي كسب 3-0، فوز كبير وضمن التاهل متصدر للمجموعه. رساله جديده ان الفريق ده حتى وهو مزنوق بيعرف يطلع بره الملعب وبعيد عن الكوره. الازمه لسه شغاله مع اتحاد الكوره. الاهلي متمسك بموقفه ومش هيلعب في الكاس قبل ما تتلعب كل مؤجلات الدوري. الاداره بقياده محمود الخطيب كانت شايفه ان العداله في الجدول اهم من اي بطوله تانية. والحوار مع اتحاد الكوره فضل شغال طول الشهر، لكن الجمهور كان مركز في حاجه واحده بس، وهي ماتش القمه على استاد برج العرب. القمه بين الاهلي والزمالك، الماتش المؤجل من الدور الاول، الماتش اللي كان ممكن يدي الاهلي الصداره لاول مره. لكن اللي حصل سيول في اسكندريه والملعب اتحول لبحر. والمشكله ان اتحاد الكوره ما يقدرش ياجل تاني، لان اصلا الماتش مؤجل والجدول كان زحمه جدا. واكيد طبعا الحكم ادى موافقته والماتش فعلا اتلعب. الكوره بقى طبعا بقت تقف في الطين، واللعيبه ما بقتش عارفه تلعب، اللعيبه بتتزحلق وبتغرق، والماتش كله بقى صراع بدني اكتر منه كوره. وفي الاخر الماتش خلص 0-0. التعادل بتاع الخساره شويه للاهلي لان الصداره كانت قريبه جدا، لكن التعادل خلى الزمالك يفضل الاول ب 54 نقطه ووراه الاهلي ب 52 نقطه. ماتش الزمالك عدى خلاص، ودخلنا على ماتش تاني صعب وماتش جماهيري كمان تقيل مع الاتحاد عشان 4-3 بتاعت الدور الاول. ماتش في اسكندريه برضو على برج العرب، والاهلي بقى خلاص بالروح بتاعته. ماتش صعب جدا جدا اكيد، بس علي معلول هو اللي يخلص الماتش ده وبيجيب جون حلو قوي من بره ال 18 في الدقيقه 90، وصالح جمعه جاب الثاني، وكانت بدايه فتره التزامه في الفتره دي. ومع نهايه شهر مارس الصوره بقت واضحه. الاهلي بقى على بعد خطوه واحده من القمه. الموسم اللي كان شكله ضاع بقى سباق اعصاب، وكل ماتش بعد كده كان ممكن يقلب الدوري كله. في الوقت ده بقى اتعملت قرعه ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي وقع في القرعه ضد سان داونز، الماتش اللي اتلعب يوم 6 ابريل 2019 في بريتوريا. لكن قبل الماتش الصوره في الشارع الكروي كانت غريبه شويه، ثقه كبيره وقلق مستخبي. جمهور الاهلي كان داخل الماتش وهو عايش حاله نشوه. الفريق رجع من بعيد في الدوري وقلل الفرق مع الزمالك بعد ما اصلا كان شبه مستحيل الكلام ده يحصل. سلسله انتصارات، روح عاليه، لعيبه بتحب النادي بجد. الاحساس العام كان ان روح الفانيلا الحمراء اللي رجعت الفريق في الدوري هترجع تعمل نفس الحاجه في افريقيا. جزء كبير من الثقه دي كان جاي من التاريخ قبل سنه 2019. سان داونز ما كسبش الاهلي ولا مره. الفريقين لعبوا 4 ماتشات قبل كده، الاهلي كسب مرتين وتعادلوا مرتين. اشهرهم طبعا كان نهائي 2001 تعادل في جنوب افريقيا 1-1 بجون سيد عبد الحفيظ، وبعدها الليله التاريخيه في القاهره هاتريك خالد بيبو. والاهلي ساعتها كسب افريقيا للمره الثالثه في تاريخه. عشان كده الكلام اللي كان بيتقال كتير وقتها سان داونز فريق بيلعب كره حلوه بس ما عندوش شخصيه البطل قدام الاهلي. اسوأ توقعات الناس يعني كانت تعادل في جنوب افريقيا وخساره في فرق جون، وبعدين الحسم في القاهره كالعاده. لكن مش كل الناس كانت متفائله بنفس الدرجه. في محللين كتير كانوا شايفين ان الماتش ده خطر جدا ل3 اسباب واضحه. اول سبب توقيت الماتش كان الساعه 3 العصر في بريتوريا، الجو حر ورطوبه ونقص اكسجين نسبي بسبب الارتفاع. تاني سبب ان الاهلي اصلا لعيبته مرهقه، الفريق كان لسه خارج من ماتش الزمالك، الماتش اللي استنزف اللعيبه بدنيا وذهنيا. وتالت سبب بقى كان غريب، بيتسو موسيماني مدرب معروف انه بيذاكر المنافسين كويس جدا، والغريب ان تصريحاته قبل الماتش كانت مليانه احترام للاهلي بس زياده شويه عن الطبيعي. على الناحيه الثانيه بقى مارتن لاسارتي كان هادي جدا
جدا في المؤتمر الصحفي قبل الماتش، قال ان الاهلي جاي يلعب هجوميا وممكن يحسم التاهل من جنوب افريقيا. تصريح ناس شافته ثقه وشجاعه وناس تانية شافته مخاطره كبيره، لان صن داونز كان فريق سريع جدا في التحولات والمرتدات. اما على مستوى اللعيبه كان في اسماء الكل مستني منهم الفارق، اولهم علي معلول ورمضان صبحي. والله عليكم عيب يا شباب، والله عيب هذا الكلام، ما يصحش هذا الكلام. اسم النادي الاهلي الكبير، اسم النادي الاهلي الكبير، وانتوا النهارده صغار في ارضيه الملعب، انتوا النهارده مش رجال في ارضيه الملعب. لو هنتكلم عن الماتش نفسه بقى، فمن اول دقيقه كان واضح ان في حاجه غلط. الاهلي دخل الماتش بس كأن اللعيبه مش موجوده، مش قادرين يمشوا الكوره، مش عارفين يطلعوا من الضغط، كأن الفريق ده اول مره يلعب في افريقيا. كل كوره بتضيع بسهوله، كل هجمه لصن داونز كان فيها خطوره، ومش هينفع تمسك لاعب واحد وتقول هو السبب. بس برضه عشان نبقى منصفين، المشكله ما كانتش في لاعب او اتنين، دي كانت حاله جماعيه. كل اللعيبه بالاستثناء تقريبا كانوا في اسوأ يوم ليهم. لكن الكارثه ما كانتش في اللعيبه بس، حتى مارتن لاسارتي كان جزء كبير من الصوره. الاحساس اللي طلع بيه الناس من الماتش انه دخل اللقاء ده بنوع من الغرور او الاستسهال، كان مصدق ان اسم الاهلي لوحده كفايه، مفيش حلول واضحه، مفيش رد فعل مع الضغط، مفيش تعديل حقيقي في مجريات الماتش. وصن داونز على الناحيه الثانيه كان بيكتسح. بيتسو موسيماني كان عامل شغله صح قوي، فريق سريع منظم وبيعاقب على كل غلطه، ومع كل جون الصوره كانت بتسوق اكتر، لحد ما النتيجه وصلت لحاجه ما حدش كان متخيلها، 5-0. هزيمه تقيله قوي. الماتش ده خلى الناس ترجع تسال نفس السؤال، هو مارتن لاسارتي مدرب بجد ولا مجرد مرحله مؤقته؟ بعد الخساره التقيله دي، اول رد فعل جمال الخطيب خصومات وعقوبات على كل اللعيبه والجهاز الفني. يعني كانت رساله واضحه، مفيش حد اكبر من نادي. وبعدها جه الاجتماع الاهم، الخطيب قعد مع اللعيبه والكلام كان مباشر جدا، مفيش مجاملات، مفيش تبريرات، الرساله كانت واضحه، اسم الاهلي اكبر من اي حد فيكم، واللي مش قد التيشيرت يمشي. اللحظه كانت فاصله، يا اما الفريق يفوق يا اما الموسم كله يضيع. قبل ماتش العوده الحقيقه كانت واضحه للكل، 90% من جماهير الاهلي اصلا كانت عارف ان الموضوع انتهى. لابس 5 بره ارضك قدام فريق منظم زي صن داونز، ده شبه مستحيل تتعوض. بس برضه كان في شويه امل كده، تفاؤل كداب. يعني الجمله دايما تتقال بقى، طب ما الاهلي ممكن يعملها، حتى لو ما حدش مقتنع بيها نهائي. ماتش العوده في القاهره الاهلي نزل بشكل مختلف، روح احسن، ضغط اعلى، محاولات اكتر، كأن الفريق بيحاول يصلح الصوره. في اول نص ساعه كده ضاعت فرص كتير، فرص كانت ممكن تدي امل، لكن ما فيش حاجه كانت بتدخل. وفي الاخر الاهلي كسب 1-0، نتيجه ملهاش اي لازمه. الاهلي خرج من الشامبيونز ليج من ربع النهائي، والاول مره من فتره الجمهور حس باحساس تقيل جدا، مش بس خروج لكن حسره ان الفريق ده كان ممكن يعمل اكتر، لكن وقع في اسوأ وقت ممكن. الموسم اللي كان بيرجع للحياه دخل فجاه في نفق تاني. بعد خروج من دوري الابطال الكل كان متوقع ان الاهلي ينهار، بس على العكس، قبل حتى ماتش العوده في القاهره الاهلي كان عنده ماتش مهم في الدوري قدام مصر المقاصه. كان ماتش كده الماتشات اللي انت بتمسك تليفونك وانت قاعد فيها دي، لكن الاهلي قدر يكسب 2-1. 3 نقط مهمين جدا في توقيت صعب. وفي نفس الاسبوع المفاجاه جت من الناحيه الثانيه، الزمالك خسر قدام المصري 2-1. واللحظه بقى اللي جماهير الاهلي كانت مستنياها من بدايه الموسم حصلت اخيرا، الاهلي بيتصدر الدوري لاول مره. لكن الفرحه ما كملتش، الزمالك رجع بسرعه وكسب الاسماعيلي 2-0 ورجع الصداره تاني، والاهلي دخل ماتش صعب قدام بيراميدز وفي الاخر خساره 1-0 بجون من كينو. بس بعدها باسبوع بقى وفي عز المنافسه دي، بيراميدز قرر يعمل احلى اسيست في الموسم ويكسب الزمالك 1-0. بعد كل اللخبطه بقى وكل الخطوات دول، الجدول استقر اخيرا على مشهد جديد، الاهلي في المركز الاول ب 61 نقطه والزمالك وراه مباشره ب 60 نقطه. بعد كل اللخبطه اللي حصلت في الدوري المصري، دخلنا على شهر 5 وبدايه اجواء تانية خالص لاهلي رمضان في الايجيبشن ليج. في الوقت ده الزمالك كان عنده ماتشات متاجله بسبب الكونفدراليه، لكن الاهلي كان عنده 5 ماتشات. اهم ماتش كان طلائع الجيش، ماتش مقفول جدا والنتيجه 1-1 والوقت بيجري. لحد الدقيقه 89 علي معلول بيشوط كره من بره 18 تلبس صح وتخش الجون، وبسام يتفرج عليها. وبعدها ماتش تاني قدام سموحه، دراما من نوع تاني خالص، الماتش راح لتعادل لحد الدقيقه 98 والناس خلاص فقدت الامل، لكن اللي يظهر كان جيرالدو. وطبعا الكلام اللي طلع ساعتها، الحكم ما بيصفرش غير لما الاهلي يجيب جون، بس لو رجعت هتلاقي ان الوقت كان محسوب صح عادي جدا. في نفس الفتره بقى الزمالك لعب 3 ماتشات بس، كسب 2 وتعادل مع الانتاج الحربي، وكان لسه عنده ماتشين مؤجلين. الصداره بدات تبعد، ومع ضغط الماتشات والانتصارات المتتاليه للاهلي الصداره بقت اهدى شويه. اول مره الاهلي ياخد نفسه في الموسم ده، لكن فجاه يظهر موضوع تاني خالص. مصر كانت بتستعد لاضافه افريقيا 2019، وده معناه ان الدوري ممكن يقف. ساعتها محمود الخطيب واداره الاهلي طلعوا ببيان واضح، لو الدوري وقف الاهلي هينسحب. تصعيد كبير، بس الاتحاد ساعتها وقف الدوري عادي جدا. وبعد كل الحوارات دي المنتخب قرر ما يطولش وخرج من دور 16، وفي الاخر الدوري رجع كأن مفيش حاجه حصلت. الدوري رجع بس مش زي الاول، رجع هو اسخن. قبل ما الكوره ترجع اصلا الزمالك قرار غريب جدا، مشى جروس بعد ما كسب الكونفدراليه في عز الموسم وفي اهم وقت، وجاب خالد جلال، قرار ملعوب فيه من غير تفكير كعاده الزمالك. ومن اللحظه دي بدا كل حاجه تتغير. ماتش الزمالك قدام الجونه ماتش عادي على الورق، بس كان اهم ماتش في الموسم تقريبا. الزمالك كان لازم يكسب، اي نتيجه غير الفوز مشكله. بدا الماتش كويس وتقدم، بس فجاه الجونه يرجع ويقلبها 2-1، وفي الاخر خالص اتعادلوا في الدقيقه 97 والماتش ينتهي 2-2. تعادل بطعم الخساره
بقى والكلام ده، لان الماتش ده ما كانش تعادل وبس، ده كان تسليم رسمي للدوري. بعده الاهلي بقى محتاج 3 نقط بس من ماتشين. ماتش الاهلي قدام المقاولين الموضوع كان واضح، اكسب وخد الدوري، والاهلي ما ضيعش وقت، فوز 3-1. نجم الماتش وقتها علي معلول جاب جونين، وحسين شحات جاب جون حلو قوي، والماتش يخلص ورسميا الاهلي بطل الدوري رقم 41. والماتش الاخير في الدوري كان الاهلي ضد الزمالك. طبعا جمهور الاهلي كان عايز يستلم الدرع في الماتش ده، بس اتحاد الكوره ما وافقش لاسباب مجهوله. الماتش يبدا، وفي الماتش ده الزمالك كان عايز يثبت حاجه، لكن غلطه واحده من عماد السيد كانت كفايه، وعلي معلول يجيب جون المكسب وفوز 1-0. الماتش ده ما كانش بس ب3 نقط، ده كان رصاصه الرحمه على موسم الزمالك وعلى اي امل عموما. وفي الاخر الموسم اللي بدا بكارثه اتقلب 180 درجه، والاهلي كسب الدوري رقم 41. الليله طويله والسنه كتيره جدا جدا جدا، خليك هادي، خليك بارد جدا، يعني هتنفعل كتير. يهمنا ان انت تكون موجود اصلا، ما تبقاش بعيد يعني. في الاخر بقى الموسم ده ما كانش مجرد دوري، ده كان رحله فريق كان بيغرق وبيرجع تاني من تحت خالص. الاهلي في الموسم ده كسر كل التوقعات، فريق كان ممكن يضيع، ممكن يخرج بموسم صفري، بل وكان في لحظات ناس بتتكلم انه ممكن ينهار خالص، لكن اللي حصل روح الفانيلا الحمراء. اللعيبه ما كانتش الافضل على ورق، لكن كانت افضل في الروح. كل كره بتتلعب كانها الاخيره، كل ماتش كانه نهائي، وده اللي رجع الاهلي. صفقات يناير كانت نقطه تحول، لعيبه تقيله دخلت غيرت شكل الفريق وحققت اللي الجمهور كان بيحلم بيه. وطبعا برضو ما نقدرش ننسى ان المنافسين كان ليهم دور، يعني الزمالك وبيراميدز بتعثراتهم دي خصوصا في ماتشات كانت سهله على ورق قدموا الاهلي اغلى الاسيستات في الموسم. بس القصه هنا مش بس على موسم 2019، القصه بترجعنا للنهارده. لما نبص على الاهلي دلوقتي، زمان يمكن ما كانوش الافضل فنيا، لكن كانوا بيدوا كل حاجه، مفيش لاعب بيبخل بنقطه عرق ولا مجهود ولا تضحيه، وده هو الفرق الحقيقي، مش في المهاره ولا في الفلوس، في الروح. عشان كده الدوري ده هيفضل مميز، عشان ده واحد من اكتر الدوريات اللي بتفكرك ان الكوره مش بس لعب، الكوره انتماء. وبس كده، ده كان فيديو عن الاهلي 2018 2019. فيا رب يكون الفيديو عجبكم. في الاخر ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والكلام الحلو ده، ويلا سلام. لو الاهلي خد الدوري نعمل ايه في التسجيل؟ سجل لي وشوف ان انا ما عنديش فكره، يبقى انا ما لعبتش كوره تاني. توتا خلصت الحدوته.